استكمالا لجولاتها التفقدية على المنشآت الرياضية، زارت لجنة الشباب والرياضة النيابية المدينة الكشفية بمنطقة سمار جبال قضاء البترون، وشملت الجولة أرجاء الملعب الخارجي، بالإضافة إلى أقسام المدينة الكشفية التي شيدت بسبعينات القرن الماضي، وهي بتمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، وستكون صرح ضخم لاستقبال الأنشطة الرياضية والثقافية بحال تضافر الجهود لإعادة إحيائها من جديد. الوضع منيح يعني، ما في كتير إشكالات، بس واضح إنه في إهمال بنعمل فيها نشاطات على المستوى السياحي الثقافي الشباب الرياضي. بدنا نقوم بضميرنا إذا بدك، يلي هو إنه نشوف كيف فينا مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإدارة نرجع نعطي لهيدي المنشآت دورة. في عنا إمكانية إنه نحولها لمكان كبداية، لمكان نستقطب فيه معسكرات، وهذا بيعمل شوية مداخيل بنقدر نستكمل تحويل هالمنشأة لمنشأة شبابية رياضية. بدنا حسن الإدارة، بدنا شراكة بين القطاع الخاص والعام، لأنه حرام هالمساحات الكبيرة والمنشآت صرفت الدولة عليها ملايين دولارات نخليها بهالطريقة هاي. وتابعت اللجنة جولتها الميدانية شمالا وحطت رحالها بالملعب الأولمبي بمنطقة المينا، واطلع الحاضرون على ملعب كرة القدم المهجور من سنوات، وهو الذي كان استضاف مباريات كأس آسيا بخريف العام 2000، بالإضافة إلى جولة داخل قاعة كرة السلة التي تقتصر أضرارها على الحد من تسرب المياه إلى داخلها، تماما كغرفة المؤتمرات الصحفية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة. المنشآت هيدي ممتازة، بتاخد العقل كبنى تحتية وكأساس، لابد من صيانة هذه المنشآت يلي كلفت عشرات ملايين الدولارات، يلي هي لازم كان الدولة اللبنانية تستثمر فيها، بس حرام تتحول لخربة لأنه ما في صيانة وما في متابعة. ستتابع اللجنة البرلمانية جولاتها بالمناطق اللبنانية، حيث تجتمع بعدها بجلسات تقييمية لطرح الأفكار مع وزارة الشباب والرياضة لإعادة ضخ الحياة بالمنشآت الموجودة على مساحة الوطن والمهملة منذ سنوات.